السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة السابعة من كورس التأهيل للكليات الطبية. معكم دكتور عبد الله القلداز. المحاضرة السابعة محاضرة من المحاضرات اللذيذة جدا والسهلة جدا وإن شاء الله القصيرة جدا. هي تعتبر بقى تجميع لكل اللي فات. دي آخر محاضرة بالمناسبة في شابتر الميديكال ترمينولوجي. تمام. وفي المحاضرة دي يعني إيه هندي الكالر ان ترمينولوجي والبادي بارتس ان ترمينولوجي وآخر حاجة الابريفيشن. تمام. الكالر انترنولوجي والبادي بارتس انترنولوجي تعتبر ايه تجميع لكل اللي فات كده، عشان تبقى ايه افكاري مترتبه وفاهم الدنيا ماشيه معايا ازاي واعرف فعلا افهم. حلو. فاول حاجه الب والبينو. تمام. الاثنين دول احنا طبعا هنا بنتكلم على الكالر انترنولوجي الالوان. حلو. فالب والبينو الاثنين اللون الابيض، يعني ايه وايت ابيض. مثال عليهم الالبينو او الالبينيزم. الالبينو والالبينيزم ده مرض ايه؟ هما الاثنين نفس المرض بالمناسبه يعني. الاثنين هو مرض اسمه المهاق. حلو. وده غير البهاق. تمام. الفرق ما بين المهاق والبهاق ايه؟ البهاق ده اللي هو ايه البرص. حلو. في اجزاء من جلده اتغير لونها، ولكن الالبينو او المهاق بالميم مهاق ده بيقول لك ايه person who has a marked deficiency of pigment in the eyes, hair and skin has abnormally white skin. يعني ايه؟ يعني الميلانين اللي هي الصبغه اللي مسؤوله عن ان هي تصبغ الجلد في نقص فيها جامد، فبالتالي عينيه ابيضت، شعره ابيض، جلده ابيض، بس البياض ده مش بياض طبيعي اللي هو انسان ابيض عادي، لا abnormally white skin. تمام. طيب طبعا المرض ده مرض جيني وراثي. تمام. طيب كلورو يعني ايه؟ يعني جرين. مثال عليها الكلوروفيل. طبعا الكلوروفيل هي الصبغه الخضراء اللي بتبقى في النباتات اللي بتعتمد على البناء الضوئي. فوتوسينثيسيس يعني عمليه البناء الضوئي. تمام. فوتو يعني ضوء، سينثيسيس تصنيع يعني، فتعتبر ايه البناء الضوئي. تمام. سرو يعني يلو او تواني. تواني ده اللي هو البني الغامق. هو المفروض ان هو درجه اللون ده براون تو براونش اورنج كلر. تمام. ده اللون التواني. تمام. مثال عليها السيروسز اللي هو الليفر سيروسز، تليف الكبد. قال لك السيروسز ده طبعا هو كرونيك جيريتيف ديسيز، يعني مرض مزمن اوف ذا ليفر في الكبد with resultant yellowness of the liver and of the skin. الكبد بيصفر وكمان السكن بتصفر، وبعد كده طبعا الكبد بيبدا يتليف ويقلب بقى للون التواني ده اللي هو اللون البراونش تو اورنج. تمام. يعني هو ما بيبقاش اصفر على طول، يعني هو بيبقى اصفر في الاول وبعد كده بيبدا يتليف ويبقى باللون ده. سيانو دي يعني دي حبيبتنا احنا عارفينها، اللي هي معنى كلمه بلو، خدنا عليها امثله كتير جدا. وهنا بيقول لك سيانو ديرما انه هتبقى جلدك مزرق شويه. إزينو يعني ايه؟ ريد او روزي. تمام. وإريثرو برضو ريد. يبقى انا هنا عندي معنيين للون الاحمر. إزينو وإريثرو الاثنين بيعنوا اللون الاحمر. إزينو كمان بتعني اللون الروزي. تمام. لون الروز. مثال على إزينو الإزينوفيل ده نوع من انواع الخلايا. ومثال على الإريثرو طبعا يعني حبيبتنا الإريثروسايت كرات الدم الحمراء. تمام. الايه الماتيور الناضجه. طيب لو انا قلت لك إريثروبلاست هتبقى انهي؟ صح. يبقى انت كده مركز. الريثروبلاست هي الاماتيور ريد بلاد سيل، وده اللي احنا قلناه تقريبا في المحاضره الخامسه. صح. المحاضره الخامسه لما قلنا الفرق ما بين الاريثروسايت والاريثروبلاست. طبعا انا اللي يهمني طبعا ان انتوا تركزوا انه قلب معناها وايت. الامثله دي احنا بنديها عشان نثبت بس بيها المعنى وتبقى فاهم احنا بنتكلم فين. تمام. جلوكو معناها جراي او سيلفر، لون ايه فضي. تمام. مثال عليها مرض الجلوكاجوما. الجلوكاجوما ده عباره عن ايه؟ عباره عن ديس اوردر يعني اضطراب في العين due to an increase in intraocular pressure. بيقول لك هنا حصل increase يعني زياده in intraocular pressure يعني الضغط اللي جوه العين. قلنا انترا يعني داخل، اوكيولار يعني عين، يبقى الضغط اللي جوه العين زاد. فعمل ايه؟ creates a dull gray gleam of the affected eye. يعني ايه؟ عمل كده زي سحابه او زي حاجه كده ايه dull يعني شيء
يعني مش عارف معناها الحرفي للامانه، بس هو زي ما انتم شايفين كده دي بتبقى الرؤيه بتاعته، فاهم؟ في زي سحابه كده على عينه من كتر الضغط، فهو ايه الصوره بالنسبه له مش كامله، دي بتبقى ايه رؤيته، فاهم؟ بيبقى شايف الدنيا كده ايه، في حاجه مدلوقه كده على الصوره. تمام. خلينا كده نشوف معنى كلمه ضل الحرفيه ايه. ممل، باهت. طبعا هو مش مقصود بها المعاني دي، تمام، ولكن يعني ايه، سيبك من المعنى الحرفي بتاعها وخد المعنى اللي انا بقوله لك، اللي هو بيبقى ايه، بتبقى دي الرؤيه بتاعته. ده مريض الجلوكاجوما، تمام. ده طبعا حصل له ليه؟ نتيجه ان الضغط جوه العين زاد. ليه سميناه جلوكاجوما؟ لانه جلوكو ايه جايه من سيلفر، ده اللي هو بيبقى شايفه، تمام. بيبقى شايف كده ايه حاجه كده ايه لونها سيلفر مغطيه على الصوره اللي هو شايفها، تمام. بعد كده عندنا جوندو. جوندو يعني ايه؟ يعني يلو. اشهر حاجه ليها الجندس. يعني ايه جندس؟ الصفرة. حلو. وطيب معانا مين كمان؟ معانا كلمه ليوتو، تمام، او لوت. لوت برضو معناها يلو، اصفر. ومثال عليها الكوربس ليوتيم. الكوربس ليوتيم دي اختصارا عشان بس يعني ما نخشش في تفاصيل فيها كتير، هي بتبقى او حاجه كده جوه المبيض، تمام. يعني حتى لو تشوف كده في الخلفيه ورا في صوره المبيض، وهتلاقي كده ايه حاجه هنا كده عامله بالشكل ده، ده هو الكوربس لوتيم، تمام. بيبقى ايه حاجه كده جوه المبيض، وان شاء الله هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي وفي النساء، يعني هتزهقوا منها ما تقلقوش. حلو. ليه سميناها كوربس لوتيم؟ لان زي ما انت شايف كده بيبقى ايه لونها اصفر بالمنظر ده كده، تمام. موجوده فين؟ في الاوفري اللي هو ايه المبيض، تمام. طيب ليكو. ليكو برضو معناها وايت، زي كلمه مين؟ زي كلمه قلب والبينو، تمام. يبقى انا كده ابيض ليها كام معنى او ليها كام كلمه؟ قلب او البينو او ليكو، تمام. ليكو معناها وايت، ومثال عليها الليكوسايت حبيبتنا برضو اللي هي كرات الدم البيضاء. ميلانو بلاك، تمام. لون اسود ميلانو، ومثال عليها الميلانوما. وطبعا طالما شفنا كلمه اوما يبقى نعرف ان هنا في ورم، فبيقول لك هنا a darkly pigmented cancerous tumor، تمام. ورم سرطاني بيبقى darkly pigmented، يعني بيبقى لونه كده ايه اسود، تمام. طبعا هي دي الميلانوما، هي نوع من انواع السكين كانسر، وبتبقى بالشكل ده. ربنا يعافينا ايه واياكم. طيب بويلو يعني ايه؟ يعني جراي، تمام. طيب هتقول لي انا كان في كلمه خدناها فوق كانت برضو بمعنى جراي، اللي هو لون رمادي او لون فضي يعني، اهو جلوكو. يبقى انا عندي كام كلمه بتعني معنى جراي؟ جلوكو و بويلو. هتقول لي طب ليه انت ما سهلتش علينا في الجدول وحطيت لي كلمه بويلو جنب جلوكو وكلمه ليكو فوق مع وايت وحطيت الالوان مع بعض؟ ده لان انا مرتب الجدول حسب الترتيب الابجدي، تمام. حسب الترتيب الابجدي مش بتجميعة الالوان، تمام. لو حابين ان انا انزل لكم جدول بتجميعة الالوان ما عنديش مانع، تمام. طيب طيب مثال على بويلو مايلايتس، تمام. بويلو مايلايتس ده عباره عن ايه؟ هو عباره عن inflammation of the gray matter of the spinal cord في الحبل الشوكي. حلو. لما تاخدوه ان شاء الله في النيورو هتعرفوا انه في حاجه فيه اسمها الجراي ماتر، تمام. فبويلو مايلايتس بيبقى فيه التهاب في الجراي ماتر دي، تمام. بيوبرو معناها يعني هو يعني من اسمها واضح انه اللون جاي كده من كلمه بيربل، حتى يعني في الشكل في النطق قريبين من بعض. ومثال عليها البيوبورا. بيوبورا هو عباره عن collection of blood، تجمع دموي beneath the skin، تحت السكين، in the form of pinpoint hemorrhages appearing as red purple skin discoloration. بيقول لك in the form of يعني على شكل pinpoint، نقط كده من النزيف تحت الجلد. hemorrhages يعني ايه؟ كانه في دم او نزيف. appearing as بتظهر زي red purple skin يعني بلون احمر كده ايه مايل بنفسجي. discoloration، وهي دي البيوبورا، تمام. طيب معانا كمان كلمه للون الاحمر وهي روب، تمام. بس قبل ما نقول بقى مثال عليها، مين كمان كان مثال على اللون الاحمر؟ صح، ايزينو واريثرو،
تمام، عايزك كده ايه تبقى مصحصح معايا وتركز. مثال عليها طبعا الروبيلا. تمام، الروبيلا هي كونتاجينس فيرال ديسيز. تمام، فيرال ديسيز يبقى هي ايه؟ مرض جه نتيجه اصابه فيروسيه. تمام، characterized by fever. تمام، حمى، فيفر يعني حمى. cold like symptoms، اعراض شبه اعراض البرد. cold like يعني ايه؟ زي اعراض البرد. تمام، symptoms يعني اعراض. and a diffuse fine red rash. تمام، diffuse يعني منتشر، fine يعني رفيع، red rash يعني ايه؟ النقط الحمراء دي. فقال لك انه في نقط حمراء رفيعه منتشره في الجسم كله، diffuse fine red rash، ده مرض الروبيلا. تمام، اخر حاجه خالص كلمه زانثو. وزانثو بمعنى يلو. طيب كان مين معانا برضو بيعني نفس الكلمات التانية كانت برضو بنفس اللون اليلو؟ صح، جوندس و اسمه ايه ده؟ لوت، خدنا عليها مثال كوربس ليوتيم. تمام. طيب زانثو مثال عليها الزانثو ديرما. قال لك زانثو ديرما حتى من اسمها من غير ما نشوف التعريف. زانثو اصفر وديرما يعني سكين، يبقى السكين هيبقى لونها اصفر، يلو كولوريشن اوف ذا سكين. تمام، بكل بساطه. طيب كده نكون خلصنا الكالر ان ترمينولوجي وندخل على البادي بارتس ان ترمينولوجي. تمام، اول حاجه ستوماتو. يعني ايه ستوماتو؟ هتقول لي يعني ستومك؟ لا لا لا، ومش مش ماشيه كده. حلو، ستوماتو معناها ماوث، الفم. تمام، مثال عليها الاستوماتايتس، التهاب الفم. طيب دنتو سهله، تيث، مثال عليها الدنتس، دكتور السنان. جلوسو او لينجلو قلنا ايه؟ جلوسو قلناها 100 مره، التنج. يعني ايه تنج؟ يعني لسان. تمام، مثال عليها الجلوسايتس، التهاب اللسان. ومثال على لينجلو، اللينجولال نيرف، عصب خاص باللسان. تمام، جينجيفو معناها ايه؟ معناها جمز. هتقول لي يعني ايه جمز؟ لبان يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش لبان، جمز يعني اللثه. تمام، يبقى جينجيفو معناها اللثه. تمام، مثال عليها الجنجيفايتس هيبقى ايه؟ التهاب اللثه. ليه؟ لان انت عارف ان الجنجيفو معناها لثه وايتس معناها التهاب، فانت تلقائي عارف انه جنجيفايتس معناها التهاب اللثه. انسفالو معناها ايه؟ قلنا انسفالو معناها برين، سفال معناها هيد. تمام، فانسفالو معناها برين، برين اللي هو مين؟ المخ. انسفالايتس التهاب المخ والعياذ بالله. تمام، جاسترو يعني ستومك، معده. تمام، مثال عليها الجاسترايتس. انترو هي الانتستين، وخدناها في المحاضره الرابعه. لما كنا بنتكلم عن الورد بيلدينج والانتربريتنج ميديكال تيرمز، وقلنا الجاسترو انترولوجي. تمام، قلنا ستادي اوف ستومك اند سمول انتستين. تمام، فانترو هي الامعاء الانتستين، وجاسترو انترايتس التهاب المعده والامعاء. كولو هو القولون اللي هو اللارج انتستين، اللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه. تمام، مثال عليها الكولايتس او ميجا كولون. بروكتو، بروكتو هو ايه؟ الانس. يعني ايه انس؟ يعني فتحه الشرج. او ريكتم، يعني ايه ريكتم؟ اللي هو المستقيم. مين المستقيم؟ اللي هو اللي يعني الامعاء الغليظه كده لما بتخلص بتنزل بتروح على فتحه الشرج. حلو، ما بين الامعاء الغليظه وفتحه الشرج حاجه اسمها المستقيم كده، بيبقى نازل مستقيم على طول كده دايركت، فبنسميه الريكتم. تمام، وده اللي بيبقى فيه البراز. حلو، فمثال عليها بروكتايتس يعني التهاب فتحه الشرج او التهاب المستقيم. او بروكتولوجيست اللي هو الدكتور او الاخصائي في المستقيم او فتحه الشرج والحاجات دي يعني. هيباتو قلنا معناها ايه؟ معناها ليفر. تمام، يعني ايه ليفر؟ يعني كبد. مثال عليها الهيباتيتس او الهيباتوميجالي. هتقولي الهيباتيتس واحنا عارفينه التهاب الكبد وقلنا قبل كده. ايه الهيباتوميجالي دي؟ هيباتو يعني كبد، ميجالي يعني ايه؟ يعني كبير كده، جاي من كلمه ميجا. حلو، كبير، فيبقى حصل ايه؟ تضخم في الكبد. تمام، طيب كلمه نفرو وريني، نفرو او ريني بمعنى ايه؟ بمعنى كليه. تمام، قلناها قبل كده. تمام، يعني دي مست الجدول ده ان هو ايه؟ زي تجميع لكل اللي فات. تمام، حاجه فعلا ايه حلوه كده ننهي بيها الشابتر ده. نفرو وريني هي الكدني، الكليه. تمام، مثال عليها النفروسز والرينال ارتري. بعد كده معانا هنا كلمه اوركيدو. قلنا اوركيدو معناها تستس. يعني ايه تستس؟ يعني الخصيه. اوركيداتس يعني التهاب الخصيه. واوركيدوكتومي قلنا استئصال الخصيه.
تمام. عرفت منين ان هي استئصال الخصيه؟ اوركيدو خصيه، اكتومي معناها استئصال، يبقى استئصال الخصيه. حلو. اوفرو معناها ايه؟ معناها اوفري. يعني ايه اوفري؟ يعني مبيض. اوفريكتومي هيبقى ايه؟ صح، استئصال المبيض. هيسترو او مترو. حلو. كلمه يعني بص الكلمات الجايه دي اوفرو، هيسترو، مترو، سلفنجيو، فاجينال، الحاجات دي اول ما تشوفها تعرف ان احنا بنتكلم بقى في ايه، في النساء. حلو. هيسترو او مترو بمعنى ايه؟ بمعنى يوتريس. هتقول لي مين اليوتريس ده؟ اقول لك اليوتريس هو الرحم. تمام. يبقى هيسترو معناها رحم، ومترو برضو ايه؟ ترمز للرحم. تمام. هيستريكتومي استئصال ايه؟ الرحم. اكتومي معناها استئصال، وهيستر الرحم، يبقى استئصال الرحم. طيب اندومترايتس قلنا مترو او متر، مترو قصدي، قلنا معناها ايه؟ معناها الرحم. طيب اندو يعني ايه؟ يعني من الداخل. حلو. طب ايه اللي في الرحم من الداخل؟ بطانة الرحم. حلو. ايتس معناها التهاب، يبقى الكلمة دي معناها ايه؟ التهاب بطانة الرحم. التهاب بطانة الرحم. تمام. طيب سلفنجيو. سلفنجيو هي ايه؟ اليوتراين تيوبس، قنوات الرحم. مين قنوات الرحم؟ احنا لنا غيره؟ قناة فالوب. تمام. الفالوبيان تيوب. تمام. فمثال عليها الهيسترو سلفنجيوجرام، ده بيبقى زي أشعة كده عشان يشوف خصوبة الرحم، بيدخل زي مادة معينة كده في القنوات ويعمل عليها أشعة عشان يتأكد، يشوف القنوات سليمة وسالكة، ويعني حاجات كده معينة يعني. تمام. ديرمو حبيبتنا السكن، خدنا عليها أمثلة كتير جدا، وقلنا مثال عليها الدرماتيتس، التهاب البشرة. ماستو أو مامو قلنا ده معناه إيه؟ معناها بريست، ثدي. تمام. وخدنا عليها الماستكتومي والماموجرافي والكلام ده كله، قلنا عليها أمثلة كتير قوي. أوستيو يعني إيه؟ عظم، أو بوني تيشو أو بون، يعني عظمي عموما. ومثال عليها الاوستيوبروسيس. هتقول لي يعني ايه اوستيوبروسيس؟ دي ما خدناش قبل كده. اقول لك اوستيوبروسيس معناها ايه؟ هشاشه العظام. تمام. اوستيوبروسيس هشاشه العظام. كارديو قلنا معناها ايه؟ قلب. تمام. مثال عليها الالكتروكارديوجرام، الاي سي جي. تمام. الالكتروكارديوجرام ده اللي هو ايه؟ رسم القلب. سيستو قلناها برضو، قلت لك خلي بالك في الفرق ما بين سيستو وسايتو و وسيست. حلو. قلنا سيستو معناها بلادر، سيستو معناها بلادر، ايوه. سيست معناها ساك، وسايتو معناها سيل. تمام. فهنا سيستو معناها بلادر. يعني ايه بلادر؟ يعني ايه؟ مثانه. سيست مثال عليها قصدي سيستايتس، التهاب المثانه. تمام. بعد كده معانا رينو. يعني ايه رينو؟ يعني نوز، الانف. تمام. مثال عليها رينايتس. يعني ايه رينايتس؟ يعني التهاب الانف. طيب الانف لما تبقى ملتهبه هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي راني نوز، هتلاقي ايه؟ مسيل كده. تمام. فليبو او فينو قلنا بترمز للفينز، اللي هي الاوعيه الدمويه او الاورده يعني. تمام. ففليبو او فينو معناها فينز. مثال عليها الفليبايتس، التهاب الاورده، او فليبتومي. نيمو او بولمو قلنا دي ليها علاقه او ترمز للرئه عموما. تمام. فقلنا مثلا نمونيا كانت التهاب الرئه. بولمونري قلنا رئوي. تمام. فهنا جاي مديك نيمويتس وبولمونولوجيست، يعني ايه؟ اخصائي الرئه. تمام. نوميتس برضو التهاب ايه؟ الرئه. والنمونيا برضو التهاب الرئه، بس الفرق انه النمونيا بيبقى التهاب، والحويصلات الهوائيه كمان بتبقى معبيه ميه. تمام. ده في النمونيا. هيمو او اميا قلنا بيرمزوا لايه؟ للدم. تمام. يبقى هيمو او اميا الدم. حلو. طيب هيمو قلناها ايه؟ لما قلت لك هيماتو مش عارف ايه، هيماتو ايه؟ يبقى ايه؟ مرض في الدم. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ هيماتولوجيست، يعني ايه؟ اخصائي امراض الدم. حلو. انيميا. انيميا يعني ايه؟ قلنا ان means lack of، اميا معناها بلاد، يبقى ايه؟ lack of blood اللي هو ايه؟ فقر الدم، مرض الانيميا. تمام. سايتو قلناها معناها سيل، مثال عليها سيتوتوكسيك، خلايا سامه. نيورو قلنا ترمز للاعصاب او نيرفز، مثال عليها نيوروبلاست. اخر حاجه تقريبا، اخر حاجه كلمه ساركو. هتقول لي قصدك ساركوما، هقول لك ماشي. ما ساركوما دي
مكونه من كلمه ساركو وكلمه اوما. حلو. لكن ساركو لوحدها معناها ايه؟ ساركو معناها تشو. هتقول لي يبقى عشان كده انت قلت لي في المحاضره الرابعه باين ساركوما هي السرطان اللي بيجي في العظم والكونكتيف تيشو. هقول لك ليه؟ هي مكونه من ايه؟ ساركو نسيج، واوما سرطان او ورم. فيبقى الساركوما هي المرض اللي بيجي في العظم والكونكتيف تيشو زي الاوعيه الدمويه وزي الحاجات الكتير اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الرابعه. مثال عليها اوستيو ساركوما، سرطان العظم. ربنا يعافينا طبعا واياكم ويبعدنا عن كل الامراض دي كلها يا رب. طيب نخش على اخر حاجه معانا النهارده في المحاضره، الابريفيشنز. يعني ايه ابريفيشنز؟ الابريفيشنز هي الاختصارات. هتقول لي يعني ايه برضو؟ هقول لك يعني انت في المحاضره الدكتور مثلا هتلاقيه مثلا بيختصر الكلمات. فمثلا كلمه كارديو بلمونري ريسستيشن دي مش هيكتبها لك كده، هيكتب لك اي سي بي ار. فالفكره انت بقى ما تعرفش الابريفيشنز دي، فلما هتيجي تقرا هتبقى مش فاهم يعني ايه سي بي ار، مش هتبقى فاهم. هتلاقي مثلا كاتب لك سي اكس ار، انت مش فاهم يعني ايه سي اكس ار. حلو. دي اللي احنا بنسميها الاختصارات او الابريفيشنز. بيقول لك هنا ايه؟ an abbreviation is a shortened form of a word or phrase. هو ال الشكل المختصر للكلمه. تمام. طيب الابريفيشنز ممكن تبقى على 3 اشكال. حلو. اول حاجه الليترز تبقى حروف، زي مثلا اختصار كلمه chest اكس راي سي اكس ار. حلو. بس انا مش بقول سي اكس ار، لا انا بكتبها سي اكس ار بس بنطقها chest ايه اكس راي. حلو. يبقى ده ايه؟ الليترز. تمام. طيب عندي بقى النوع الثاني الشورتند ووردز. تمام. زي ايه؟ زي ان انا مثلا بدل ما اقول تابلت اقول ايه؟ تاب. حلو. تابلت طبعا هنا بمعنى اقراص. حلو. اللي هو اقراص الدواء، مش التابلت اللي هو الجهاز اللوحي. حلو. وعموما الشورتند ووردز دي احنا يعني دايما بنستخدمها في حياتنا اليوميه. يعني هتلاقي دايما اغلب اختصاراتنا بيقول لك ايه، ما حدش مثلا بيقول فيسبوك بيقول ايه فيس، ما حدش بيقول واتساب بيقول ايه واتس، ما حدش بيقول تليفون بيقول ايه فون كده. فده المقصود بيه شورتند ووردز، ان انا لا ما خدتش حروف زي دي، لا انا اختصرت الكلمه. فبدل ما اقول تابلت قلت ايه؟ تاب. حلو. طيب اخر حاجه الاكرونيومز، ودي قريبه قوي من الليترز، ولكن الفرق هنا انه الاكرونيومز بتبقى هي بناخد اول حرف من كل كلمه، والثلاث حروف او الكام حرف اللي احنا خدناهم من اول كل كلمه دي بتبقى كأن هي كلمه قائمه بذاتها. يعني ايه؟ بننطق سي بي ار. حلو. بتبقى بتتكتب وتتنطق بنفس المعنى. تمام. يعني الليترز والاكرونيومز قريبين جدا من بعض، ولكن الاكرونيومز الفرق ما بينها وبين الليترز انه الاكرونيومز بناخد اول حرف من كل كلمه، وبتبقى الحروف اللي احنا جمعناها دي بقت عباره عن كلمه في حد ذاتها. تمام. مثال عليها سي بي ار. يعني ايه سي بي ار؟ يعني او اختصار لايه؟ stands for cardiopulmonary resuscitation. تمام. الانعاش القلبي الرئوي. تمام. طيب نوت مهمه جدا، abbreviation and symbols الاختصارات والرموز الطبيه should be used cautiously. لازم تستخدمهم بحذر. تمام. especially when medication are involved، بالذات لو بتكتب على ادويه. تمام. ليه؟ لان انت ممكن تغلط في حرف تبقى كتبت حاجه تانية خالص. تمام. او انك تغلط وتكتب يعني ايه برضو تغلط في حرف ولا في حرفين، فتلاقي انت كاتب كلام مش مفهوم، فالدكتور اللي بعدك يمسك ما يبقاش فاهم حاجه ايه اللي انت كاتبه ده. تمام. فلازم تستخدمهم الاختصارات دي. لو انت قررت انك تكتب بالاختصارات لازم تستخدمهم بحذر، لان سواء انت دكتور بتدرس للطلبه فيبقى هم فاهمين الكلام اللي انت كاتبه، لو انت دكتور كاتب على ادويه فيبقى انت كتبت الدواء الصح. تمام. فبيقول لك هنا الانستيتيوت فور سيف ميديكيشن براكتسز الاي اس ام بي and the joint commissions التي جي سي تي جي سي provide a list of unsafe abbreviation and symbols. الاثنين دول منظمتين. حلو. عملوا لستة من الاختصارات والرموز الطبيه الانسيف. حلو. طيب لو انت طبعا عندك شغف انك تقرا الليسته دي دوس على الليسته اللي هنا وهتنقلك على الليسته بتاعه الاي اس ام بي. تمام. بيقول لك هنا abbreviations take the place of words to shorten notes or documentation، انه الاختصارات دي بتاخد مكان الكلمات
تمام، مكان الكلمات الكبيره. when you are using abbreviation in patient care reports remember to use only standard accepted abbreviation to avoid confusion and errors. لما انت تيجي تستعمل الاختصارات في تقرير لمريض او في روشتة او ايا كان، لازم تستخدم الاختصارات الستاندرد الاكسبتد اللي العالم كله اتفق عليها، تمام. وكمان الاختصارات اللي هي اصلا ايه لوكال معروفه، تمام. طيب هتقول لي وانا هجيب الاختصارات الستاندرد دي منين؟ قال لك تيبل 4 lists commonly used abbreviations. فين تيبل 4 ده؟ هو ده، تمام. This list is intended to help you decipher documents written by other healthcare professionals. التيبل 4 ده اللي هو طبعا تيبل كبير قوي يعني، هو هيساعدك انك تعمل ديسفاير. يعني ديسفاير يعني ايه؟ تفك الشفره الدوكيومنتس او المقالات او المحاضرات او الروشتات اللي هتجيلك، حلو، اللي مكتوبه من الاذر هيلث كير بروفيشنالز، الدكاتره الثانيه، تمام. وهم فعلا يعني هم زي ما قالوا هنا هي شفرات. يعني انا عايز اقول لك ساعات في المحاضرات الواحد بيبقى يعني مش فاهم الدكتور يعني الاختصار ده الدكتور كان يقصد بيه ايه، وتدور على جوجل مثلا تكتب سي مش عارف كذا 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 تلاقيه طلع لك الشركه الالمانيه مثلا، فاهم؟ جوجل ما فهمش انت عايز ايه، لانه في دكاتره بتستعمل اختصارات مش موجوده في الحياه، هو يعني هو اللي اخترع الاختصار ده مع نفسه، فاهم؟ ف يعني هي فعلا بتبقى معاناه موضوع الاختصارات ده. فيعني لازم تبقى عندك فكره عنه وتعرف ازاي تتعامل معاه عشان تكسب وقت، تمام. لان انت طبعا لو مش فاهم الاختصار مش هتفهم يعني اي حاجه بقى من السلايد اللي انت فيها دي، فاهم؟ انت مش عارف هو بيتكلم عن ايه. هو مثلا كاتب لك سي بي از كذا كذا كذا، ايه سي بي ده بقى؟ انت مش عارف، انت عمال تدور بقى على جوجل هنا وهنا تلاقي يطلع لك 1000 معنى، حلو، وانت مش فاهم حاجه، تمام. بيقول لك هنا before using any abbreviation in your own reports you should be familiar with the accepted use of abbreviation in your local service area. تمام، يعني قبل ما تستخدم اي اختصار لازم تستخدم اختصار يبقى ستاندرد الناس كلها متفقه عليه وكمان مشهور في المنطقه اللي انت عايش فيها، تمام. طيب جدول الابريفيشنز هل احنا هناخده؟ لا، انت هتاخده مع نفسك، حلو، تقراه كده مع نفسك، ولو في اي حاجه وقفت قصادك تبقى تكلمني، تمام. طيب ليه؟ عشان تكسب وقت، لانه يعني مفيش يعني هبقى بضيع لك وقتك لو انا اقعد اقرا لك كل واحده واقول لك ايدز هو الاكوارد اميون ديفيشنسي سيندروم، الانت هو الانتيريور، يعني هبقى بقرا لك، حلو، يعني ما فيهوش شرح، حلو. ولكن هقول لك على التريكات اللي فيه. اول حاجه مثلا هنا بيقول لك هنا ايه توايس ديلي، الاختصار بتاعها بيد، بي اي دي. طيب هتقول لي يعني دي جت منين؟ يعني ازاي توايس ديلي؟ يعني المفروض بقى لما نيجي نختصرها نقول تي دي، تي كابيتال ودي كابيتال ويبقى كده توايس ديلي. انما يعني ايه بي اي دي؟ دي جبتها منين؟ هقول لك هنا انه مش كل الاختصارات، وده يعني اللي انا كنت بقول لك من شويه، ان انت هتلاقي نفسك بتدوخ على الاختصار وعمال تفكر هو سي بي دي تبقى بتاعت مين، فاهم؟ تبع مين في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، وتقعد بقى دماغك تودي وتجيب وتقول كارديو. طب مثلا سي تبقى كارديو، بي تبقى ايه، هكذا، حلو. لانه بقى ايه، مش معظم الاختصارات بتبقى اختصار اللي هو خد لك اول حرفين من الكلمه الانجليزي، لا، هو خد اول حرف بس من الكلمه اللي الاصل بتاعها لاتيني، حلو. ف فيد هي اختصار توايس ديلي، ازاي؟ لان هي جايه من الكلمه اللاتينيه اللي هي بيسنداي، حلو. فهو خد اول حرف من كل كلمه في بيسنداي، بيسنداي يعني ايه؟ مرتين في اليوم باللاتيني، حلو. فدي برضو اي حاجه تبقى مخلي بالك منها، تمام. اشهر حاجات عندنا مثلا هنا البي بي. بي بي يعني ايه؟ اللي هو البلاد بريشر، ضغط الدم. عندك السي اي هو الكالسيوم، عنصر الكالسيوم، طبعا السيليزيوس دي كلنا عارفينها. البي اكس اي حاجه وراها اكس بتبقى ليها علاقه ايه؟ بالتشخيص والدياجنوسيس والحاجات دي كلها. فمثلا بي اكس اللي هي ايه؟ البايوبسي، احنا هناخد عينه، تمام، عشان تساعد معانا في التشخيص. هنا السي اي ده مثال على اللي انا كنت بقول لك من شويه، انه الاختصار الواحد ممكن يبقى ليه اكتر من معنى، تمام. فسي اي مثلا ممكن تعني كانسر، ممكن تعني كاردياك ارست، ازمه قلبيه، ممكن تعني كورونري ارتري، تمام، ممكن تعني كولد اجلوتين. فانه الكلمه الواحده ممكن يبقى ليها اختصارات كتير، تمام. طيب حاجه تانية تاخد بالك منها هنا مثلا زي كلمه كولد. مش لما يجيب لك في المحاضره يبقى انت مثلا قاعد بتقرا في السلايد بتاعتك ولا في الكتاب
والكلام كله ماشي، الحروف كلها سمول، وفجاه تلاقي كولد كده كلها كابيتال وتقول ده عنده برد. لا لا يا حبيبي، ده ما عندوش برد. يعني طالما هو جابها لك كابيتال كده يبقى اكيد دي مش كلمه. حلو، ده اختصار. فكود هي اختصار ايه؟ كرونيك اوبستراكتيف لانج ديسيز. تمام، مرض من امراض الرئه، وهتاخدوه في البطن. يعني الكولد والسي او بي دي هتاخدوهم في البطنه. بس المهم هنا ايه؟ ان انت تخلي بالك من الكلام، لانه ما تقراش بقى دي كلمه وتشخص بقى الراجل ده عنده دور برد يا جدعان. لا لا. تمام. عندك السي بي سي هي صوره الدم الكامله. تمام، كومبليت بلاد كاونت. السي سي هي الشيف كومبلينت. يعني ايه الشيف كومبلينت؟ اللي هي الشكوى الاساسيه. هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا مثلا واحد جالي عنده دور برد، حلو، فهو قال لي انا عندي دور برد. هو مش هيقول لك بقى انا عندي دور برد، هيقول لك ايه؟ يعني مثلا هيشرح لك الاعراض اللي عنده، هيحكي لك الشكاوي اللي عنده. تمام، فيقول لك والله ده انا بكح ومزكم وزوري واجعني وجسمي مكسر ومش عارف دايخ وبيا وعليا. حلو، هو قال اعراض كتير، هو قال شكاوي كتير، ولكن في شكوى اساسيه، يعني اللي هو المرض الاساسي اللي عمل كل الاعراض التانية دي، وهو ان هو مثلا ايه؟ زور وجعه، فده عنده ايه؟ دور برد مثلا، فهنبدا نديله علاج للزور والكلام ده. فمهم جدا ان انت ايه؟ تحدد الشيف كومبلينت او الشكوى الاساسيه عشان تعرف تعالج. تمام، فده المقصود بالشيف كومبلينت. طبعا زي ما قلت لك مش هاخد الجدول كله، بس هنقف ايه على حاجات معينه فيه، والباقي انت تقراه مع نفسك، ولو وقف قصادك اي حاجه تواصل معايا على طول. تمام، طبعا هتلاقوا اللينك الواتساب والحاجات دي كلها في الديسكربشن بتاع الفيديو. تمام، معانا السي ان سي. يعني ايه السي ان سي؟ السنترال نيرفس سيستم. طيب يعني ايه سنترال نيرفس سيستم؟ طيب بالعقل كده هو بيقول لك ايه؟ سنترال نيرفس سيستم جهاز عصبي مركزي. ايه اللي عندنا من الجهاز العصبي في النص كده في المركز؟ هتقول لي الحبل الشوكي والمخ. بالظبط، هو ده السنترال نيرفس سيستم. عباره عن ايه؟ عن البرين والسباينال كورد، المخ والحبل الشوكي. طب هتقول لي طالما في سنترال يبقى في بريفرال. حلو، سنترال يعني مركزي، بريفرال يعني ايه؟ طرفي. اقول لك صح، في حاجه اسمها البي ان اس. بي ان اس هو البريفرال نيرفس سيستم، وده بيبقى الاعصاب اللي هي ايه؟ الطرفيه. تمام، باقي الجهاز العصبي بقى ايه؟ الاعصاب بقى ايه؟ اللي بتمشي في الجسم كله، دي بنسميها بي ان اس. تمام. سي او طبعا هي الكاردياك اوتبوت، من الاختصارات اللي هتلاقوها في محاضرات الفسيولوجي، بالذات انتوا لسه داخلين اولى، فهتلاقوا بقى الفسيولوجي كلها كاردياك اوتبوت كاردياك اوتبوت والكلام ده كله. وبرده ممكن تيجي معانا كربون مونوكسيد. تمام، وده برضه اكد انه الكلمه ممكن تجي لك باكتر من معنى، يا اما كاردياك اوتبوت. طب هتعرف منين بقى هي كاردياك اوتبوت ولا كاردياك مونوكسيد ولا كربون مونوكسيد؟ على حسب السياق اللي هي ماشيه فيه. يعني لو انت بتاخد حاجه ليها علاقه بالقلب ومديك معادلات وكده، فاكيد ده هيبقى الكاردياك اوتبوت وهتحسبه. تمام، وانما لا، لو هو بيتكلم في مكونات وكده، فاكيد دي يقصد الكربون الاحادي اللي هو كربون مونوكسيد. تمام. عندنا الدي ام برضو من الاختصارات اللي هتلاقيها مشهوره عندك كتير جدا، وهو مرض السكري، الدايابيتس ميليتس. تمام. الاي سي جي والاي اي جي، ودي من اللي انا كنت بقول لك عليها، ان انت ممكن حرف واحد يوديك في حته تانية. الاي سي جي رسم القلب، الكتروكارديوجرام. الاي جي رسم ايه؟ الكترو انسيفالوجرام. انسيفالو معناها ايه؟ لو شاطر تقول صح، المخ. الكترو انسيفالوجرام رسم المخ. تمام. اي جي طبعا فور اكزامبل الاف اي هو عنصر الحديد. عندك الاتش بي ده الهيموجلوبين. حاجه مهمه جدا ويمكن دي اختم بيها وخلاص، الان بي. يعني انا الاختصار ده لما انا كنت زمان في اولى، يعني ده قعدت بتاع كام شهر بدور على معناه، ما كنتش لاقي له معنى. حلو، وده لان انا كنت بدور على معناه بالانجليزي، وطلع هو جاي من كلمه لاتينيه اسمها نوتا بيني. تمام. معنى طبعا ان بي، وهتلاقوها يعني يعني ما اعرفش ليه في محاضرات الفسيولوجي بس، يعني انا ما شفتهاش في حته غير محاضرات الفسيولوجي، مع ان هي الكلمه يعني عامه. ان بي معناها مارك ويل. حلو، حتى كنت انا ساعتها بقى، يعني انا اول ما عرفت معناها كنت عرفت معناها من بوست من جروب من جروبات الفيسبوك، كانوا برضو الناس مش فاهمين معناها، فواحد كان قال ايه؟ ان بي اختصار ناخد بالنا. حلو، وده فعلا معناها بقى مارك ويل، يعني ايه؟ خد بالك او علم على دي. فبيقول لك هنا used in writing to tell the reader that something is important، يعني ايه؟ خد بالك من الحته دي. فهو فعلا يعني احسن تعريف للان بي
هي ناخد بالنا. طبعا هي جايه من الكلمه اللاتينيه نوتا بيني. تمام. عندك ال ان اي سي يو دي، هو اي سي يو يعني عنايه مركزه. حلو. ان اي سي يو العنايه المركزه الخاصه بالاطفال اللي هم اللي لسه مولودين. تمام. نيونيتال انتنسيف كير يونت. برضو هنا كيو اي دي معناها 4 تايمز ا داي. حلو. طبعا دي الاختصار ده مش انجليزي، هو جاي من الكلمه اللاتيني كوارتر ان داي. كوارتر طبعا يعني 4، ان داي يعني ايه في الدي، فيبقى 4 مرات في اليوم. كوارتر ان داي. تمام. الار بي سي هي الريد بلاد سيل قلناها، والوايت الدبليو بي سي هي كرات الدم البيضاء. الدبليو اتش او هي منظمه الصحه العالميه، واظن كلنا من الكورونا عارفينها. طيب اختصارا بقى لكل الكلام ده، هل انا لما يقف قصادي كلمه معينه هروح امشي بقى في الجدول ده كله وادور 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 على الاختصار؟ لو انت عايز تعمل كده اعمل كده، بس في حل اسهل انا لقيته بعد ما خلصت بعد ما كتبت الجدول لقيت الموقع ده. تمام. هتدخل على الموقع اللي انا سايبه لك هنا ده، الموقع ده كنز. هتكتب مثلا هنا كلمه ان بي مثلا، اللي هي نوتا بين اللي انا احترت فيها سنين دي. هيطلع لك كل المعاني بتاعتها. تمام. ان بي نوت ويل، او مش عارف هيبقى نيو بي ام، ما اعرفش يعني ايه نيو بي ام، بيقول لك اليمنت عنصر. تمام. او ممكن يقصد بها معنى كلمه نيو بورن. حلو. فانت بقى هتعرف الان بي اللي عندك في الكتاب دي انهي واحده من دول على حسب السياق. حلو. فده ميزته. هو اي اختصار انت عندك مثلا هتكتب سي بي سي مثلا، هيقول لك دي الكومبليت بلاد كاونت، صوره الدم الكامله. تكتب مثلا سي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز. حلو. يقول لك كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز. هتكتب مثلا كلمه كولد اللي احنا قلنا عليها. حلو. و طبعا هو كولد برضه هو نفسه اتلخبط فيها وطلع لك الامراض دي، بس انت هتدوس هنا على اول ريزلت وتدور على كلمه ابريفيشن. تمام. تدور على الخانه بتاعت ابريفيشن هتلاقيه طلع لك ايه كولد هي الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديسيز. حلو. يعني في كلمات ممكن ايه دواخك فيها شويه، ولكن انت ايه سيبك لان هو موقع برضه. تمام. موقع طبي، ولكن انت ايه ركز على الخانه بتاعت الابريفيشن. حلو. فالموقع ده حقيقي يعني جميل جدا. حاول تستخدمه لو وقف قصادك اي اختصار في محاضره او في حاجه انت مش فاهمها. اكتبه على طول هنا وان شاء الله هو هيطلع لك المعنى بتاعه. مثلا اي سي جي قال لك ايه الكتروكارديوجرافي. حلو. اي اي جي هي الالكتروانسيفالوجراف. حلو. اهو الكتروانسيفالوجرام. تمام. طبعا وارد ان هو يطلع لك حاجات تانية لان هو زي ما هو موقع اصلا طبي openmedical.com. تمام. تمام. بكده يكون اول شابتر في الكتاب خلص. حلو. شابتر ميديكال ترمينولوجي. يبقى فاضل لنا ايه الاناتوميكال ترمينولوجي، وفاضل لنا ايه في المحاضره دي ان احنا نحل الكويز. تمام. هتلاقي فيه كويز. الكويز ده هيبقى سيلكت. حلو. نوع من انواع الاسئله سيلكت. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى فيه اكتر من اجابه صحيحه. حلو. وانت ما تعرفش عدد الاجابات الصحيحه، فانت مطلوب منك ان انت تحط او تجاوب على كل الاجابات الصحيحه. تمام. فركزوا في الكويز ده مهم جدا، وبالتوفيق لكم ان شاء الله. ولو عندكم اي سؤال او استفسار ما تترددوش في التواصل معنا. وختاما احب اذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. يعني تقول له واحد، تنصح واحد تقول له اتق الله او الحاجه الفلانيه اللي انت بتعملها دي غلط، فيقول لك يا عم خليك في حالك مالكش دعوه، يعني شوف نفسك انت الاول. فده من ابغض الكلام الى الله عز وجل. فحاول لو حد جه نصحك نصيحه تقبلها منه، وما تتكبرش. مفيش حد فينا كبير على العلم، مفيش حد فينا يعرف كل حاجه. وارد ان انا يبقى عندي معلومه ناقصاني انت تكملها لي، انت عندك معلومه ناقصاك انا اكملها لك. كلنا في الدنيا دي بنفيد بعض. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده شرح الحديث هسيبه لكم تقرأوه. السلام عليكم.